السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تفضل. الحال يا شيخ؟ الحمد لله. كنت أريد أن أسأل، إذا عملت في شركة وهذه الشركة أنا عملي فقط إني يعني باخذ البيانات من العميل، والمفروض هذه الشركة عملها إن إذا هذا العميل عنده ديون يعني نقول له أننا سنجعل هذه الديون النصف، سنقلل الديون إلى النصف، لكن أنا عملي أن أخذ البيانات من العميل والشركة التي تقبل. لا أعلم كيف يقللون الديون، لا أعلم إن كان بطريقة محرمة أو طريقة. هذا كلام فيه قصور شديد في النقل. كيف أنا علي 1000 جنيه الواحد، تجي أنت بسلامتك تقول لي تعالى لي وأنا أخفض لك 1500، أفلح إن صدق. لكن ما يحصل هذا، لازم أقول لك أنا أسدد عنك الباقي وأخذه مقسط بزيادة. هذا المتوقع من هذه الأشكال. طب هل عملي أنا حلال؟ أنا يعني عملي فقط إني آخذ البيانات وأوصلها للشركة، والشركة هي التي تكمل. لا أعلم إن أنت كان بطريقة الآن محرمة. إما أنك يعني مغفل لا تدري، أو أنك تريد أن تبرر لنفسك العمل. كيف شركة ما في عقل؟ يعني أنا أعين على الإثم والعدوان. أنا لازم أعرف إيه أنت تدعي. هل هي شركة خيرية تساعد المدينين؟ ما لا، ليست خيرية، ليست خيرية. طيب. هي شركة ربحية، ولكن لا أعلم الطريقة التي يقللون بها الديون. ما يقل بها ديون إزاي؟ أنا مش فاهم. يلا حبيبي الله يوفقك. أكيد طبعا.